السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. مراجعة جديدة لموبايل اقتصادي تحت ال 2000 جنيه عندنا هنا في مصر من شركة انفينكس، وهو الانفينكس سمارت 6. زي ما قلت الموبايل جاي أقل من 2000 جنيه عندنا هنا في مصر، سعره تحديدا 1800 جنيه كمان بعد زيادة الأسعار، وعالميا سعره في حدود $100. وأنا بجربه بقالي فترة، ويعتبر بصراحة تجربته ممكن نقول عليها إن هي مرضية أو معقولة بالمقارنة طبعا بالسعر اللي أنت هتدفعه فيه. ودي عادة شركة انفينكس طبعا إن هي بتقدم موبايلات تعتبر مميزه جدا او باكج كده في الفئات الاقتصاديه، بيخليه موبايل يعتبر معقول جدا وهيأدي تجربه متوازنه بالنسبه للناس اللي هتشتري الموبايل ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، يا ريت كمان تشتركوا في القناه، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. واول حاجه هنبدا بيها الكلام وهي التصميم. حاجة من الحاجات المهمة دلوقتي ان اي حد عايز يشتري موبايل فهو عايز موبايلات من اللي شكلها جديد تكون مواكبة للترند بتاع التصميمات في الفترة الأخيرة، وشركة انفينكس بصراحة بتحافظ على حاجة زي ديت بشكل كبير جدا. لازال هنا طبعا الموبايل جاي بظهره وفريم من البلاستيك كعادة كل الموبايلات الاقتصادية، واللون اللي معايا دوت بيجي بلون اسود كده وبيعمل انعكاسات لطيفة جدا مع الضوء، والموبايل كمان بيتوفر بلون ازرق تقريبا. الكاميرات بتيجي في اعلى ظهر الموبايل في مربع كده شكله جميل بصراحه، والبروز بتاعه يعتبر ممتاز جدا. وبيجي هنا تحتهم قارئ البصمه، واللي انا جربته كان شغال معايا بشكل كويس جدا. ممكن يكون هو بطيء شويه بعكس البصمات التانيه اللي بتيجي على ظهر الموبايل، لكن في تجربتي ليه كان شغال بشكل مثالي وما بيغلطش. من الاسفل بقى عندك فتحه 3.5 مللي بالاضافه لمنفذ الشحن عن طريق المايكرو يو اس بي، بالاضافه كمان للسماعات الخارجيه. اما من قدام بقى الموبايل زيه زي كل موبايلات الفئه الاقتصاديه والفئه اللي اغلى منها شويه كمان، الشاشه بتاعته هنا بتيجي شاشه كامله بحافه سفليه كبيره شويه، ومن فوق بتيجي بنوتش. تصميم لطيف زي ما شفنا ومواكب التصميمات اللي بنشوفوها في الفتره الاخيره من معظم الشركات. وكمان الشاشه بتاعه الموبايل هنا عليها سكرينه بتيجي ملزوقه عليها اصلا، بالاضافه كمان ان العلبه بتاعه الموبايل جاي فيها كفر من البلاستيك المقوى، بالاضافه للشاحن بس اللي موجود في العلبه، مفيش هاند فري. بعيد بقى عن التصميم مش هنقف عنده كتير، وخلينا نخش على طول في الحاجات اللي هتفرق في اداء الموبايل هنا، وهنبتدي الكلام بالمواصفات الداخليه وتجربه الاداء اللي هتاخدها منه. السمارت 6 هنا جاي بمعالج من يونيسيك اسمه زي ما انتم شايفين كده بمعماريه تصنيع 28 نانومتر، بالاضافه كمان ان الموبايل بيتوفر بنسختين 2 جيجا مع ذاكره داخليه 32 جيجا و3 جيجا مع ذاكره داخليه 64 جيجا. والموبايل هنا كمان نازل باندرويد 11 النسخه المخففه اللي هي الجو اديشن مع واجهه انفينكس الاخيره. النسخه اللي معايا ديت هي نسخه 2 جيجا رام مع ذاكره داخليه 32 جيجا، ودي اللي انا انصح بشرائها بصراحه، الا لو انت عاوز ذاكره داخليه اكبر 64 جيجا، لان بتجربه ال 2 جيجا رام مش هتفرق كتير عن تجربه ال 3 جيجا رام. بمعنى ان الموبايل دوت انت المفروض ان انت شاري موبايل في الفئه الاقتصاديه ديت، فانت عارف انت هتعمل بيه ايه بالظبط، يعني تعمل بيه المكالمات بتاعتك، تفتح بيه الفيسبوك، تتفرج على اليوتيوب والحاجات اللطيفه اللي بالشكل ده كده. الموبايل هيعملها معاك في الشق ده بشكل كويس جدا، خاصه ان موبايلات انفينكس اساسا فيها جانب عملي جدا في الشبكات كمان وفي المكالمات والحاجات اللي بالشكل ده كده، هيكون ممتاز معاك الموبايل وفي تجربه الانترنت كمان. يعني نقدر نقول البرامج المتعلقه بقى بالمهام اليوميه زي الفيسبوك انستجرام والحاجات اللي بالشكل ده كده، الموبايل هيعملها معاك بشكل مثالي جدا ومش هتشتكي منه ابدا. بالنسبه بقى للسمارت 6 هنا من ناحيه ادائه في الالعاب، زي ما شفنا المعالج اللي بيقدمه الموبايل دوت اللي هو اليونيسيك اللي جاي بمعماريه تصنيع 28 نانومتر دوت مش موجه للالعاب اصلا بشكل كبير، وبالتالي هتعاني معاه لو انت اصلا من الحاجات المهمه جدا عندك هي الالعاب على الموبايل. هنا لو جربت مثلا بابجي موبايل، كول اوف ديوتي، اسفلت 9، الالعاب اللي من النوعيه دي هتعاني طبعا معاها وانت بتستخدم الموبايل ده. والالعاب الخفيفه بقى اللي انت عارفها ديت اللي زي سابوي والحاجات اللي تشبهها بالشكل ده كده، الموبايل هيلعبها معاك بشكل كويس جدا. بمعنى ان انت ما تجيش تشغل بابجي مثلا على الموبايل وتقول ده الموبايل بيعلق او اللعبه بتقطع وهي شغاله، وترجع تقول ده الموبايل تعبان. هو في النهايه المعالج هو هيعمل لك الاداء المطلوب منه بالنسبه للمهام اليوميه والالعاب الخفيفه اللي انا اتكلمت عنها من شويه. الشاشه بقى من الحاجات اللي هتعجبك جدا لو حصل واشتريت الموبايل، هي طبعا ما قدمتش جديد بالمقارنه بالفئات الاقتصاديه اللي نازله بيها. لازالت هنا جايه من نوعيه اي بي اس، حجمها 6.6 بوصه بدقه اتش دي بلس. المواصفات زي ما شفنا زيها زي اي موبايل اقتصادي هتشوفه في الفئات السعريه ديت، لكن التجربه العمليه بتاعتها بصراحه كانت ممتازه. بمعنى ان السطوع بتاعها مثلا تحت اشعه الشمس من الحاجات الجيده عليها، ومش هتتضايق ابدا وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس. طبعا هي مش افضل حاجه من ناحيه السطوع، لكن
ولكن قصدي ان هي هتفي بالغرض ومش هتزعجك ابدا. الحاجه الثانيه المميزه كمان لكونها هنا شاشه كبيره حجمها 6.6 بوصه والالوان بتاعتها كويسه في تجربتي ليها، فهتكون ممتازه جدا في مشاهده المحتوى بقى. وبالنسبه للناس اللي عندها هوس الفرجه على اليوتيوب ومشاهده الافلام والحاجات اللي بالشكل ده كده، الشاشه هتعملها معاك بشكل كويس جدا ومش هتزعجك ابدا. طيب زي ما شفنا تصميم الموبايل جميل، واستخدامه في الاستخدام اليومي كده هيكون لطيف معاك، واداؤه في الالعاب زي ما شفنا هيكون معقول. بالنسبه بقى لتجربه الكاميرات عليه، هنا الموبايل جاي بثلاث كاميرات، او نقدر نقول يعني ان هم كاميرتين. كاميرا رئيسيه 8 ميجا مع وجود كاميرا كمان لقياسات العمق والبورتريه ملهاش اي لازمه، مع كاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل. ونتائج الصور اللي هتاخدها طبعا من الموبايل ما تنتظرش نتائج ثوريه، يعني نقدر نقول ان النتائج بتاعتها هتكون معقوله جدا. ولو انت بتصور صور قريبه زي اللي انت شايفها قدامك دي، هتلاقي النتائج بتاعتها جميله جدا، ولو كان فيها خضره بقى والوان بالشكل ده كده. وبرضه نقدر نقول ان ده نفس الكلام بالنسبه للنتائج اللي هتاخدها من الكاميرا الاماميه. هنا الصور بيكون فيها بعض التفاصيل، وفي النهايه نقدر نقول ان النتائج اللي هتاخدها من الكاميرات على الموبايل سواء الكاميرا الرئيسيه او الكاميرا الاماميه تعتبر معقوله جدا بالمقارنه بالفلوس اللي انت هتدفعها في الموبايل. البطاريه بتاعت السمارت 6 جاب كود 5000 ملي امبير، وده رقم يعتبر محترم جدا في الفئات الاقتصاديه، لكن هيواجهك معاها مشكلتين. المشكله الاولى ان الشاحن اللي جاي مع الموبايل 10 واط، والموبايل هيغيب جدا معاك عبال ما يشحن معاك البطاريه كامله، وممكن يتخطى الثلاث ساعات. النقطة الثانية ان المعالج زي ما اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن اداء الموبايل، جاي بمعمارية تصنيع 28 نانومتر ومش موفر للطاقة اطلاقا، وبالتالي هيعاني معاك الموبايل هنا طول ما انت بتستخدمه استخدام شاق جدا. اما لو كان استخدامك متوسط الى فوق المتوسط، البطارية اقدر اقول لك انها هتكمل معاك اليوم ومش هتواجه فيها اي مشكلة. الشبكات على الموبايل زي ما اتكلمنا برضو عنها في البداية، ان ده حاجة من الجانب العملي اللي هتاخده على الموبايل هنا شغالة بشكل كويس جدا، سواء شبكة الاتصال او شبكة الواي فاي. ونفس الكلام هنا برضو بالنسبة لتجربة الصوتيات على الموبايل، اقدر اقول لكم ان هي معقولة، يعني مش افضل حاجة لكن هتفي بالغرض وجودها على الموبايل هنا. واخيرا بقى بالنسبة لسعر الموبايل والحكم عليه، الموبايل متوفر بنسختين ب 2 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 32 جيجا، و3 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 64 جيجا. دي سعرها حاليا 1800 جنيه اللي هي النسخة الاقل، والثانية سعرها 2100 جنيه. وانا من وجهة نظري لو انت مش فارق معاك المساحة ومش عايز مساحة كبيرة شوية اللي هي 64 جيجا، فالافضل ليك انك تشتري النسخة اللي ب 2 جيجا رام، لان هي زي ما قلت لك مش هتفرق في النهاية، ووفر ال 300 جنيه دول على نفسك. اما لو انت محتاج 64 جيجا فخلاص الكلام هنا منهي، اشتري النسخة الكبيرة وخلاص، لان في النهاية زي ما قلت الاداء هتلاقيه واحد على النسختين، والجيجا الفرق بين النسخة ديت والنسخة ديت مش هتلاقي فيها اي فرق في الاداء على الموبايل هنا. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، واشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.